ايه؟ طب ايه؟ يعني ليه؟ طب وليه كل ده؟ يعني احنا يا جدعان، ده احنا كده احنا فاضل لنا قضيه قيد كمان، وهنتعرض للمحاكمه والمساءله القانونيه قدام القضاء في العالم. يعني قضيه قيد كمان، وممكن يقفشونا في الشوارع كده، يقول لك تعالى انت عليك حكم، ويقفشوا في جمهور الزمالك. الفيفا يعلن ايقاف قيد عاشر للزمالك. على فكره انا مش متفاجئ خالص، انا منزل فيديو من اسبوع ورجع الفيديوهات هتلاقيني بقول لك ان في قضيه 10 يعني جايه في الطريق، وهي اعتقد بتاعت مشلاك لو كلامي صح، بتاع الاسبوع اللي فات. انا والله لسه ما اعرفش، بس اتوقع ان هي بتاعت مشلاك. بتسوحونا يا جدعان، يعني بتنزلوا لنا الجرس. انا دماغي راحت النهارده في موضوع الجرس ده، ان يعني احنا خلاص فكنا القيد وعملنا صفقه جديده في الخباثه. معقوله انا بقى مخي راح لهنا. معقوله الزمالك قدر ان هو يفك القيد ويجيب صفقه وهو مخبي علينا؟ طلع في الاخر تجديد محمد السيد زي ما شفنا الفيديو على البيدج الرسميه. ولكن يا جدعان 10 قواضي قيد ليه يا جدعان؟ في ايه ايقاف كده 10 قضايا ليه نطلع نصيح ونعيد ونقول نفس الكلام تاني؟ يعني عايز تسمع نفس الكلام تاني؟ لا مش هسمعك نفس الكلام، مش هقول نفس الكلام يعني. بس يا مجلس اداره الزمالك ابوس ايديكوا الحقونا. انتوا عاجبكم المنظر ده؟ عاجبكم الوضع ده؟ 10 قواضي على نادي حجم نادي الزمالك؟ لا ما ينفعش، لازم تخلصوا الموضوع ده. اكيد هتتفك، اكيد هتتحل، اكيد مش هتسكتوا، بس المنظر شكله وحش، السف شكله مش حلو. بعد اذنكم اغيثونا، يعني بجد اغيثونا بجد. سمعتنا بقت وحشه اقسم بالله، المنظر بقى معفن. حسبي الله ونعم الوكيل والله العظيم. بجد انا بقيت بضحك، يعني من كتر الهم بقيت بضحك، ما بقيتش بصيح، بقيت بضحك. اتجننا خلاص، جمهور الزمالك خلاص اتجنن.